هتحس ان يقول لك يمتلئ الفم بصداه. صدى ايه؟ صدى الحرف. تلاقي الحرف هو ايه؟ ميل بالحرف كده. عكسه الايه؟ الترقيق. لما جينا قلنا يقول لك ايه؟ هو محول، يعني حاجه ضعيفه كده، يدخل على ايه؟ يدخل على الحرف. محول يدخل على الحرف. يعمل فيه ايه؟ لما المحول ده يجي على الحرف قال لك خلي بالك لا يمتلئ الفم بصداه. ليه؟ لانه حاجه ايه؟ رفيعه كده. لما نيجي نقرا تلاقيها سهله خالص. طيب حروف التفخيم قال لك متكونين في 3 كلمات تحفظهم اديني يا سيدي. بيقول لك كلمه اسمها ايه؟ خص ضغط كذ. خص ضغط سهله خالص اهي. خص ضغط ايه؟ قولها بسرعه كده. خص ضغط كذ. دول هم حروف التفخيم. طب الباقي قال الباقي كله ترقيق بس. هيجمع خالص الراجل ما ودانيش ولا جابني. هياخد بس بعض ال3 حروف هم اللي هيدوروا ما بين التفخيم والايه؟ والترقيق. اما المركب دايما خص ضغط كذ. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء كده تمام. فين يا عم الامثله على الكلام ده؟ وريني بقى التفخيم بتاعك. خد يا عم. قال لك الخاء لما تقول كلمه زي كلمه خلق تقولها ازاي؟ خاء. شوف الحرف عامل ازاي فوق؟ خاء. يا نهار ابيض، حس ان هو اتملى بالحرف. ايوه هو ده اللي هو مقصود بقى. خلق. كلمه زي كلمه تخو خليت الخاء دي تحس ان حاجه كبيره قوي. طيب الحرف اللي بعده صالحين. ما قلتش مش هتيجي خالص. قلت صالحين مش نافع. صالحين يبقى الحرف مدى صدى الحرف جه ابوك خلاه بقى ايه؟ ما شاء الله. كسورة الصدر ده كسو. طب خش على اللي بعدها كلمه ايه؟ ضرب. الكلمه اللي بعدها ضعفاء. يعني كل حرف عليه مثالين اهو. طبعا الامثله في القران ايه؟ ما شاء الله كثير جدا. كلمه زي الحرف الغين يقول ايه؟ غفر. غاء ادي الغين بتاعتنا. طيب غلبت الروم. شوف حرف الغين عامل ازاي؟ الحروف اللي هي الايه؟ المفخمه. طيب حرف القاف يقول لي ايه؟ قام. الايه؟ الطاء معذره. الطاء طعامك. انظر الى طعامك. طاء. الكلمه اللي بعدها طمست. واذا النجوم ايه؟ طمست. الطاء دي تحس ان هي حاجه كبيره قوي او حاجه مفخمه كده. طيب القاف قام. المثال اللي بعده قولوا للناس حسنا مثلا. طيب الضاء زي كلمه ايه؟ ضع عنكم. شوف عامله ازاي؟ ضع حاجه تحس ان بقك مليان وانت بتنطق الكلمه دي. طيب ظلموا كذلك. ظلموا. دول بالنسبه لحروف الايه؟ التفخيم. طيب تعالى شوف كده حروف الترقيق. احنا قلنا كم حرف معانا هنا؟ 2 4 3 7. هيطلع لي 3 يدوروا بين التفخيم والترقيق. يبقى الباقي كله هنا اهو الهمزه والباء والتاء والثاء جيم حاء دال. خلي بالك ما حطلهمش كلمه لان هم حروف كلهم ايه؟ مبعدين عن بعض متفرقين. الزين والسين والشين والعين والباء والكاف والميم والنون والهاء والواو والياء. كل دول حروف ايه؟ مرققه دايما ما فيش فيها تفخيم خالص. زي ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال ايه؟ ساء. شوف الحرف طالع بقك حلو. ساء سهل اهو. طيب ماء نفس الكلام. طيب افاد. فين التفخيم اللي فيه؟ مفيش لان هو حرف اصلا ايه؟ مرقق. هو دايما جاي مرقق. طيب عاد. يكاد. كلمه جاء. حاق. طيب مع ان جاي بعد حرف ايه؟ القاف. والقاف هناك ولا لا؟ هناك ايه؟ بس هو ملوش دعوه بيه. هو بيتكلم عن الالف. طيب التاء كلمه ايه؟ تاب. باطنه فيه الرحمه. طيب لحد كده تمام. احنا عندي بس عشان اوضح خص ضاد قذ دول حروف ايه؟ تفخيم. الباقي كله عشان ما تقولش انت مش هتفتكر كل الكلام ده كله. الباقي كله ايه؟ مرقق الا 3 حروف
بتدور ما بين التفخيم والترقيم. ايه يا عم ليه؟ قال لي الحروف المفخمه ترى والمرققه ايه؟ شويه وكده شويه دول. طب انا اعملهم ازاي؟ قال لي خلي بالك، اول حاجه مثلا لام لفظ الجلاله، لام لفظ الايه؟ الله. اللام بتاعت ايه؟ بتاعت لفظ الجلاله دي مفخمه لو اتى قبلها فتحه او ضم، لو جه قبلها فتحه او ايه تفخمها. زي كلمه ايه؟ قال الله. شوف كده قولها انت كده، قال على طول هتلاقيها مفخمه. طب حاول انت تركبها كده، قال الله. ايه ده؟ غلط. عطلت نفسك انت نفسك تحس ان الكلمه خطا. قول كده قال، ركب بقى، مش جاي قال مش هتيجي خالص. ليه؟ لان هي قبلها فتح، ومن شروطها تفخم لو اتى قبلها ايه؟ فتح. طب لو جه قبلها ضم برضه تفخم. زي كلمه ايه؟ قال اني عبد الله. عبد، الضمه اهي بتاعت عبد وجاي كلمه الله، يقول عبد الله تفخم. حاول تركبها كده، قال اني عبد مش نافعه خالص. ليه؟ لان هي من شروطها لو اتى قبلها فتحه او ضم بنعمل فيها ايه؟ نفخمها. امال تركب امتى؟ قال لي لو جه قبلها كسر تركب. تركب، ومش هتنفع تفخمها كمان. زي ما انت حاولت ديت ما عرفتش برضه مش هينفع تعمل فيها ايه؟ زي كلمه ايه؟ واذ قال، لا اللي تحت دي قول ايه؟ قل اللهم. قولها كده، قولي ادي الكسره اهي. قل اللهم مالك الملك. انت على طول من غير حاجه انت فخمتها. طيب في ديني، بص كده، في دين الله عملت فيها ايه؟ ركبتها ليه يا عم؟ قبس اللي قبلها ليه؟ قبلها كسره، لازم تركب. طيب راح نزل من دول وقال لي تركب لو اتت بعدها، لو اتت قبلها حرف منون. زي كلمه ايه؟ واذ قالوا قوما الله مهلكهم. قول الكلمه دي كده، قوما الله. على طول انت عملت فيها ايه؟ ركبتها. قوما تفخمه كده، قوما انت خليت التنوين بقى ضامن. لو انت عملته ولا لا، ده هو تنوين بالفتح. لازم يعمل ايه؟ لان هو الفتح قريب من الايه؟ الفتح اللي احنا قلنا عليها دي، فمش هتنفع غير ان يكون ايه؟ مركب. طيب راح نقل لي هنا بيقول لي الالف لسه بتقول اهو يتبع ما قبله. يتبع ما ايه؟ قبل مركب وركب، قبل مفخم يزل تحت. يبقى احنا عندنا دلوقتي الالف واللام والراء، مش كده ولا ايه؟ طيب تعالى شوف الراء دي فيها شويه شغل الطاقه اللي هو ايه؟ قال لي مفخمه، تاتي مفخمه بشروط، وتاتي مرققه بشروط، وتجوز فيها الوجهين بشروط. تعالى نشوف الشرط ده. الراء لما تيجي مفخمه زي ايه؟ قال لي لو اتت مفتوحه او مضمومه اعمل فيها ايه؟ افخمها. زي كلمه ايه؟ ربنا. بص كلمه را عملت فيها ايه؟ فخمتها. قول ايه؟ ربنا. الراء بتاعت كلمه ايه؟ رحماء. رو عملت فيها ايه؟ فخمتها. طيب لو جت ساكنه بعد فتحه او ضم زي كلمه ايه؟ لا مال، انت عملت لها تركيب. احنا عايزين نفخمها نقول ايه؟ مره. اقول ايه؟ مريم. الاصل فيها مش مريم. مريم دي احنا بنضرب البلد دي مريم، اما مش مريم، اسمها ايه؟ مريم. خلاص كده؟ طيب قالت الملائكه يا مريم. خلي بالك مش مريم، يعني دي اصلا الحرف ايه؟ هو مفخم قوي. هي يا راء بتدور ما بين التفخيم والايه؟ والتوقيف. لو جه قبلها هي ساكنه الراء نفسها اهي انت سكنتها اهي، مش كده ولا ايه؟ هو اللي ساكنه
بعد فتح او ضم. بعد فتح او ايه؟ هي دي ايه؟ مضمومه ولا مفتوحه؟ ما مش كده؟ هو جاي بعد ساكنه بعد فتح او ساكنه بعد ضم مثلا على سبيل المثال. فالاثنين زي كلمه ايه؟ قرآنا. كلمه ايه؟ هو جاب لي مثال على الفتح ومثال على الايه؟ اهو دي كده ودي ساكنه ودي ضم ودي ساكنه. هيقول لي بقى مش كل، لا قرآنا. افخم الايه؟ الراء عشان قبلها ايه؟ وهي جايه ساكنه وقبلها ضم، او جايه ساكنه وقبلها ايه؟ فتح. طيب لو جت ساكنه وسبقت بكسر غير اصل زي كلمه ايه؟ امر تابوا تفخم. كذلك لمن مش لمن لا لمن عشان هي ايه؟ سبقت هي ساكنه وجاء قبلها كسر غير اصلي. طب لو جه قبلها كسر اصلي بقى، اصلا هو اصل زي كلمه ايه؟ مش او ليه؟ لازم انا افخم الايه؟ الراء. صاد. يبقى اربع حالات. تعال شوف الاربعه التانيين لما تبقى دايما مرققه فيه. لو جت ساكنه اذا كانت مكسوره، معلش معذره، اذا كانت ايه؟ مكسوره زي كلمه ايه؟ رجال. انت عملت ايه في الراء دلوقتي؟ رققت كده بقت عامله ازاي؟ رجال، صح كده؟ غير كلمه غير مرقق. اما اقول ربنا رحما كده عملت ده ايه؟ فخمت. اما هنا يقول ايه؟ رجال كده مرقق. فرح المخلفون. عملت فيها ايه؟ رققت. طيب اذا كانت ساكنه بسبب الوقف، هي اصلا المفروض الحرف متحرك، بس انا لما وقفت عليه عملت فيه ايه؟ سكنته زي كلمه ايه؟ خير. طيب زي كلمه مثلا خبيرا. خبيرا بصر. ان الله كان بما تعملون خبير مثلا. تقف عليها دي انت عملت فيها ايه؟ انت اللي سكنتها. اما ممكن لو وصلتها هيبقى فيها تنوين خلاص بين الراء. عملت فيها ايه؟ لا ده خلاص دخلت حكم تاني. ليه؟ الدوشه اللي ورا دي، الدوشه البنات. يا نهار، انا مش عاوز الناس تقعد معانا تاني وقلت كده. اما تسكتوا قولوا لي عشان نكمل بقى. كل مره نفس الكلام. ان الله ما تعملون بصير. لما اقف عليها ما اقولش بصير، لا اعمل فيها ايه؟ ارققها. ليه؟ قال لي علشان من شروط الايه؟ الراء دي اعمل فيها ايه؟ ارققها. اما هي في الاصل، الاصل الحرف هو متحرك، يعني ممكن امشي وهنوم بقى يبقى في تنوين وخلاص وكمل الايه بقى. طيب المثال اللي بعد كده او الحاله اذا كانت ساكنه وقبلها كسر متصل زي كلمة ايه؟ مثلا على سبيل المثال ولم يكن بعدها حرف استعلاء زي كلمة ايه؟ فرعون. ما اقولش فرعون، اقول ايه؟ اعمل فيها ايه؟ واخلي بالي من الفرة دي. كنا بنقول قبل كده ما تعملش واخفي تكريرا. تخفي التكرير ده ما تجيبوش هنا. ما اقولش ايه؟ لا ده كده غلط. انت كده بوصل الحرف. انت كده عملت ايه؟ عملتها كده 20 ريه مع بعض. ده عمال كل عارف العاب. ما انت ايه؟ ما هو دي كلها كل فره باللسان بيديك ايه؟ بيديك حرف. عد بقى ازاي دي كده. حتى لما كانوا على الجماعه بتوع التواصل والفيس والكلام ده، لما يجي يقول لك مثلا يا رب، يروح عامل لك ازاي؟ هو عايز يعرفك ان هو بيقول ايه؟ يا رب. يفهم يا رب كده يروح عامل لك ازاي؟ يا وعامل لك بقى كذا مره يقول لك يا رب وانت هتعرف كده. فلما يجي يضحك مثلا يعمل هي وكذا مره هي مع بعض كده انت تفهم ان هو بيقول لك ايه؟ بيضحك كده، مش كده ولا ايه؟ دي حاجات حديثه كده بتحصل دلوقتي. بس بص بقى في الاصل اصلا يعني المفروض ان انت ما تقولش الريت دي، ما تفرهاش، عشان لو فرتها هتبقى عامله زي دي كده كذا بقى ورا بعض وبعدين عامل بعد كده في الاخر بقى. الدول كلهم موجودين في المصحف؟ لا طبعا، موجود ايه واحده بس. فلما اجي عندها سكين اقول ايه؟ امسك لساني ما اخليش لساني يفر مني. اقول ايه؟
ارعوا، بس خلصت على كده. طيب كده ارققها؟ ارققها. بيقول لي بعد كده رقم 4 اذا جاء بعدها الف مماله. الف ايه؟ الف مماله. طيب سيدنا حفص رضوان الله عليه اللي احنا الروايه بتاعتنا بنقرا بيها دي، له كم كلمه عملها في القران كله؟ حد فاكر؟ سيدنا حفص له كم كلمه بيعمل لها اماله؟ اماله بياخد الحرف يميله كده. يعني عندنا حاجه بالمره عشان احنا اتكلمنا عن اماله ده، في حاجه اسمها الفتح، وحاجه اسمها التقليل، دول في التبويب برضه، وحاجه اسمها الاماله. كده كم مرتبه معايا؟ 3 مش كده ولا ايه؟ طيب الفتح يعني تاخد الكلمه تبقى مفتوحه، او الحرف اللي فيه اماله يبقى ايه؟ مفتوح. التقليل بين البنين، والاماله بتروح تعمل فيه ايه؟ تميله. كلمه زي كلمه اللي معانا مجراها بسم الله، احنا بنقولها ازاي واحنا بنقرا؟ مجريها. مجريها. بتقولها مجريها ليه؟ مع انت لو انت ما قرأتش قدام حد هتروح قايله ايه؟ بسم الله مجراها. يا عم لا، دي مش مجراها، احنا بنقولها ايه؟ مجريها. سألت انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل اماله. بتعمل ايه؟ بتعمل اماله هنا كده، بعمل كده، بتروح نازل انت بالحرف ده مج اهي، مج ايه؟ ما قلتش مجراها ليه؟ عشان سيدنا حفص بيقراها بالاماله. طب لو انا عاوز افتحها هتبقى ازاي؟ بسم الله مجراها ومرساها. مجراها تنفع؟ في روايه مجراها متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى صحيحه يعني متصله السند بالنبي. مجراها. اما لو انا هاجي عند دي كده، الفتح مجراها والاماله مجريها. طب والتقليل؟ بص بقى، بين البنين، ما بين الفتح وما بين الايه؟ الاماله. يعني اجيبها ازاي يا عم الشيخ؟ تروح ضبطها كده، مجراها ادي فتح، مجريها ادي كده ايه؟ اماله. مجريها يبقى كده ما بين الايه؟ لا هي مجراها ولا هي مجريه، بقت ايه؟ مجراها. اسمه الايه؟ التقليد. ولما تفتحها تبقى ايه؟ مجراها. ولما تميلها تبقى ايه؟ مجريها. بعض القراء زي سيدنا دول العربيه بنت زي سيدنا ورش مثلا على سبيل المثال بيعمل تقليد. بيعمل ايه؟ تقليد. يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. يعمل ايه؟ تقليد. واحد اختلط على الامر يعجبه كلام، يروح قال له النهارده الورش، ويروح قايلها ايه؟ والضحى. عمل ايه؟ اماله. بس هو ملوش اماله فيها، هو له ايه؟ تقليد. يعني ما بين دي وما بين ايه؟ احنا بنقول ايه؟ الضحى، مش كده ولا ايه؟ والليل اذا سجى. بنعمل احنا بنقرا بالايه؟ بالفاتحه. سيدنا ورش يقرا بالايه؟ التقليد. طيب اللي هيروح عاملها بالإمالة يبقى أخطأ لسيدنا ورش. يعني يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. ما يقولش والضحى، لا ده كده عملت لها إمالة. أما أقول إيه؟ والضحى يروح عاملها بين البنين لسيدنا ورش. يقول إيه؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إيه عامل إيه؟ ده اسمه إيه؟ عشان لما تسمع حد بيقرا بالاذاعه او في اي مكان يقول لك والضحى، تقول يا الراجل ده بيقرا غلط، والله بيقرا غلط. يقول له لا يا عم ده غلط، ده انا اللي مش عارف ان في روايه اصلا لسيدنا ورش وغيره بيقروا بالايه؟ بالتقليد. في غيره بيقرا بالاماله، في بعض الكلمات بيقرا اماله. سيدنا حمزه رضي الله عليه كلام الروايه بتاعته كلها امالات، وكلها طبعا سكت. اللي بيقف على السكت تيجي يقول لك مثلا واحد زي سيدنا جعفر يجي يقرا سيدنا ابو جعفر يقول لك مثلا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ هو بيقطع عليه كده التريقه بتاعتنا بقى، هو ماله مش عارف ايه؟
عاوز حد يدير زقه ده الكلام اللي احنا بنقاه وما نعرفش ان انا اللي خايف. انا مش عارف ان في روايه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حاجه اسمها السكت عن الحروف المقطعه. يجي عندها يقول لك الف بس السكت ده هناخده ان شاء الله، ان انت لما تنطق الحرف وتقف عليه بالسكت ما تاخدش ايه؟ ما تاخدش نفس، ما تاخدش ايه؟ يعني ما تجيش تقول ايه؟ الف لام تاخد نفس فيقول لا، هو سكت يعني ايه؟ يعني بدون تنفس تقفل الايه؟ النفس. انت بتاخد نفس في الاول حلو كده وبعد كده تروح ايه؟ تروح مكمل بقى. مش عارف في ناس اصحاب مدود ما شاء الله بيمدوا زي سيدنا راشد يمد لك مدود كده. المهم الشاهد من ذلك هي جات لنا كلمه مجراها هي اللي خلتنا في الايه؟ في الحته دي كلها في الفاتح بس قلنا نبينها بقى. يبقى اقول ايه؟ اذا جاء بعدها الف مماله وهتلاقي رسمتها في المصحف. بص كده على سوره هود هتلاقي قول الله عز وجل بسم الله مجريها. هتلاقي في رسم المصحف تحت كلمة مجريها دي عامل لك ايه؟ دايرة مظللة. دايرة ايه؟ أول ما تشوف دي تعرف إن حاجة اسمها ايه؟ إمالة. طب لو دايرة مفتوحة كده هي دايرة برضه بس مفتوحة مش مظللة يعني. دي اسمها ايه؟ تقليد. اسمها ايه؟ طيب مفيش ولا دي ولا دي يبقى ايه؟ بس يبقى الفتحة اللي احنا عارفينها. خلاص كده؟ دي توضيح بسيط لكلمة ايه؟ مجريها. يبقى إذا جاء بعدها ألف ممالا سيدنا حفص يعمل فيها إيه؟ يركب يقول إيه؟ مجريها. أما لو قال مجراه يبقى عمل فيها إيه؟ فخامها مش كده ولا إيه؟ أما هو بيقرأ هنا دي الكلمة دي الوحيدة في القرآن لسيدنا حفص بيعمل فيها إيه؟ بيركبها. طيب في حاجة جواز فيها الوجهين. لو سمعت واحد بيقراها بالتفخيم اوعى تعيب عليه. لو سمعت واحد بيقراها بالترقيم برضه اوعى تعيب عليه. هذا صحيح وهذا اتفق العلماء على أن هذه الكلمة يجوز فيها الوجهان. يجوز فيها التفخيم والايه؟ زي كلمة ايه؟ فرق. كل فرق كل وجه كل فرق دي كانت مذكورة في قصة مين؟ حد فاكر؟ سيدنا موسى. قلت عليك أنا حاجة. سيدنا موسى لما قال ايه؟ قال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا إن معي ربي ربنا أوحى إليه اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود الايه؟ يعني كل ناحية بقت ما شاء الله وبقى طريق في النص. كلمة فرق دي تتقرب الايه؟ فرق بالترقيق وفر تتقرب التفخيم والايه؟ والترقيق. خش على الكلمة الثانية زي كلمة على سبيل المثال أيضا زي كلمة اللهم صل على سيدنا محمد القطر وأسلنا له عين الايه؟ القطر دي تتقرب بالتفخيم وتتقرب بالايه؟ بالترقيق. يعني فيها ايه؟ الوجهين. زي كلمة بمصر واجعلوا اللهم صل على سيدنا محمد. المثال اللي فيه بمصر شعبان معايا هو قصده على اللي فيها ايه؟ اللي فيها الباء دي كده بمصر اللي هي بتاعت سيدنا موسى برضه لما ربنا قال له واوحينا الى موسى حد يذكرنا نضرب بعصا المثال ده بحر. لا المثال بتاع سيدنا موسى واجعلوا بيوتكم قبلة هي بالآية دي. المثال ده يعني بمصر اللي هي فيها المثال بتاع مصر او انطقها ازاي؟ انطقها بالايه؟ بالوجهين اما بالتفخيم واما بالايه؟ بالترقيق. وبعد كده يبقى بفضل الله عز وجل الشويه اللي احنا قلناهم كلهم هو التفخيم والترقيق كل الخلاصه بتاعته ناخدهم سريعا بس هي مراجعه بقى. قلنا احكام التفخيم والترقيق حروف فخامه دائما حص ضغط حص ضغط دول كلهم مفخمين دايما. طيب والحروف المرققه دايما الباقي كله على 3 حروف الالف واللام والراء. الالف يتبع ما قبله. يتبع ما ايه؟ يتبع ما قبله. ان قبله مفخم يفخم قبله مرقق بس. طب اللام قبل لفظ الجلاله لو جه قبل لفظ الجلاله فتح تفخم. لو جه قبلها ضم تفخم. طب لو جه قبلها كسر
فكر زي احنا خلينا في التفخيم. يقول ايه المثال اهو عارفين اهو قال الله قال ادي مفتوح وجي بعد رمز الكلام اللام يعني فيها ايه افخم قال الله. المثال اللي بعده قال اني عبد الدال دي معنى فيها ضم يبقى لو سبقوا فتح او ضم يفخم. طب لو سبقوا كسر نعمل فيه ايه ارقم زي ايه زي قل اللهم أبالله أفالله كل اللي قبله كسر تعمل فيه ايه ترقبه. ودخلنا على الراء قال لها فخمه تيجي مفخمه في 4 حالات وتيجي مرققه في 4 زيهم وجواز فيها التفخيم والترقيق في ايه في 3 كلمات زي كلمه القطر زي بمصر زي كلمه فرق. الدرس ده فيه مشكله؟ لا مفيش ان شاء الله باذن الله تعالى. الواد اللي دخل بالحذاء ده يا ولد ان شاء الله باذن الله تعالى نكمل الدوره بتاعتنا باذن الله تعالى ويكون معانا المره الجايه. هو المفروض يعني